الرسول يخرج من مكة وهو يلتفت على الكعبة يقول والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني لما خرجت. وعيناه تذرفان دموعا على فراقه إلى أرضه التي تربى وترعرع وولد ونشأ بها صلى الله عليه وسلم. ونزلت هذه السورة تطمئنه، ولما نزلت استقر لأنه صدق بموعود الله وهو يسمع قصة موسى عليه السلام. الله يقول إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. السؤال: موسى رجع أو لم يرجع؟ وعد الله يتحقق أو لم يتحقق؟ قال الله جل وعلا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ماذا يا رب؟ ولتعلم أن وعد الله حق. يجب أن نعلم أن وعد الله حق. ولذلك النبي لما دخل الغار مع أبي بكر رضي الله عنه قال له أبو بكر خوفا على رسول الله: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: المؤمن الواثق بوعد الله. قال له: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. قمة التصديق بوعد الله. لا، ولم يقف الأمر عند هذا. خرج من الغار نبيكم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولحق بهم سراقة، والقصة مشهورة. سراقة بن مالك يقول: كنت ألحق برسول الله